بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم. وبعدين ما المراد فيها؟ نرجو من فضيلة الشيخ ان هو يحدثنا عن الروح بعد ان فسر العلماء الروح بتفاسير مختلفة. كلهم كذابون. ما دام الله قال فيها ما قال يبقى ما حدش هيفسرها. وما اوتيتم من العلم الا ده من امر، يعني من الخصوصيات، يبقى ما حدش يعرفها. والدليل على ذلك الروح بمجرد وجودها في المادة اللي هي البدن تنشأ له حياة. الحياة فيها أجهزة بتؤدي مهمات. اللي بيدير الأجهزة دي كلها وجود الروح في الجسم. فإذا انسلت الروح من الجسم أصبح رمة، ما يقدرش يصون نفسه ليلة، ويبقى أعز عزيز يقرف منه. يبقى إيه اللي عمل في النفس في البدن